اهلا وسهلا. اليوم قررت ارد على تعليقاتكم. نبلش باول تعليق. اول تعليق على فيديو اصحى يا رجل اللي بيه كلام انك تحدد هدفك من خلال هذا الكلام، انه بس شويه يصحيك يوعيك. التعليق يقول زين انت شايب لو شنو؟ شوف اخي العزيز، انا مو شايب، اني اصغركم، انتم اكبر مني ان شاء الله واني اصغركم. انا من نحكي هذا الكلام اني عندي الشجاعه الكافيه بانه اطلع بالشيء اللي اني اريده. شنو يعني؟ على سبيل المثال، شفت الموجة مال اللبس اللي لابسه كل الشعب العراقي تقريبا، ما اريد اظلم العالم، نص الشعب العراقي لابسه اللي هو الطافر. انا خو ما البس مثلهم، لا طبعا. فاني اطلع بالشيء اللي انا اريده، اطلع بشخصيتي الحقيقيه، ما اتصنع ولا اندمج ويا العالم. فهمتني؟ هذا الشيء خليني احكي مثل هيك كلام. التعليق الثاني على فيديو مال التشتت، يقول ما عندي هدف. ما عندك هدف، إذن أنت عديم الفائدة لنفسك ولأهلك. التعليق الثالث على فيديو اصحى يا رجل اللي بيه كلام انك تحدد هدفك من يمه. التعليق يقول كلام منطقي بعد ما ضاع كل شيء. شوف اخي العزيز، كذب لا تكذب، وهذا مو بس لك، هاي كل العالم مع طول التعايش. اذا انت تقدر تحدد هدف، تقدر تجرب اهداف كومة، تقدر تجرب اشياء هواي. هذا الكذب بطلوه. عقلكم جاي يضحك عليكم، صدقوني والله جاي يضحك عليكم عقلكم. جرب انك تصير ضد نفسك وشوف. التعليق الرابع على فيديو التشتت، يقول التشتت الوحيد هو هاتفك فقط. لا طبعا اكو شخص رد على هذا التعليق. ممكن الاشخاص السيئين اللي حول الانسان هم اللي يسعون للتشتيت، مو فقط التليفون. صح، هذا الشيء صح. بعد هاي هو رد عليها ما رد. وتعليق على تعلم الاكتفاء، التعليق يقول فعلا وصارت ومستمرة تصير. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اخي العزيز خلي بالك وياي، من انت عايش بحياتك واكو غلط وياك جاي يمشي وانت تدري بهذا الشيء غلط، ليش ما تصححه؟ ليش ما تقطع امه؟ عيش حياتك بالشيء اللي انت تريده، ماكو اي شيء مجبور انك تعيش عليه. فهمتني؟ نقرأ التعليق اللي بعده. التعليق على فيديو اصحى يا رجل، التعليق يقول يا اخي الحياة غاسلين يدينا منها، وين نروح كل شيء صعب. اخي العزيز، افهم كل شيء بطريقة ايجابية. اذا تفهم كل شيء بطريقة سلبية راح يصفى بيك الحال. مثل هذا التعليق راح تكتبه وين ما تلقى فيديو انه يحكي لك عن الاهداف ويحكي لك عن حياتك ويحكي لك انه لازم انك تحدد هدفك. هذا التعليق راح تكتبه وين ما كان. اذا ما تصحح نفسك بنفسك، هذا الفيديو راح تشوفه وين ما كان. التعليق اللي بعده على فيديو اصحى يا رجل، التعليق يقول أنا عندي اكتئاب، مبتسم والحمد لله جاي اتعالج واستخدمت وحدة الصالحي. حلو. وهسه جاي ابني بيت واني عمري 19 ما شاء الله. بس بقى شيء واحد، بقى بس السادس، وحلمي معدل عالي يناسبني، زائدا استمر. مبدئيا شكرا لك. وهذا التعليق جدا يعني يخلي الواحد يفرح يبتسم، رغم انه انا ما اعرفك، بس انا افرح من اشوف هيك ناس بصراحه. بس نصيحتي لك لا تخلي اعلى طموحك السادس او معدل عالي. فهمتني؟ تعرف على الحياه اكثر، صدقني راح تكون الشهاده لا شيء. صحيح احنا بمجتمعنا انه هي شهاده انك تحصل مقام وشهاده مرموقه او ماجستير او دبلوم، انا ما حد راح يهتم لها صدقني بالاخير. اوكي، تحياتي لك، اتمنى انك تستمر بهاي الانجازات ما شاء الله والله يوفقك. نقرأ التعليق اللي بعده. التعليق على فيديو اصحى يا رجل، تعليق يقول شوف اخي، انا احاول اتطور بعدين ماكو نفع. حجي هي الحياة مرة نعيشها، شلون ما كان على ما نموت والله. اشو اللي تريده ما يصير، يشلع قلبك يلا يصير لو ما يصير. شوف اخي العزيز، هنا اكو حكمة الهية. فهمتني؟ يشوف رب العالمين انت تستحق هذا الشيء او ما تستحقه. فهمتني؟ انا على سبيل المثال من ساعة كنت نايم قعدت فتحت التيك توك، لقيت شخص مفشر علي وعلى اهلي رغم انه انا ما اعرفه اصلا. فهمتني؟ فانا خو ما اقطع، لا طبعا ما راح اقطع. انا احب هذا الشيء اللي جاي اسويه، احب انه افيدك انت والناس، افيد العالم كلها. فهمتني؟ فانا خو ما راح اقطع، لا طبعا ما راح اقطع، راح ابقى مصر. هنا الحكمة الالهية تشوفك، انت راح تستمر رغم الصعوبات. لو ما راح تستمر بسيطة المسألة، بس استمر، بس هاي شوف رب العالمين شو راح يسهل لك.